تخيل ان المتحف المصري كان هيتسرق. والله زي ما بقول لك كده. تعال اقول لك الحكايه. في شركه ايرلنديه اتعاقدت ان هي تحط نموذج للمتحف، شركه شكلها عادي، ورقها سليم، تعاملاتها رسميه، بس جوه التصميم اللي حطيته كان فيه نوايا مش بريئه. الكلام ده ما كانش من عندي، الكلام ده قاله المؤرخ المصري الكبير دكتور جمال شقرة. راجل مش جاي يقول اشاعه، ده استاذ تاريخ حديث ومعاصر، وعلى فكره مستدعى رسميا للتحقيق في الموضوع ده. بيقول لك ببساطه عدونا كان بيلعب في المتحف، وخليني اكون اوضح، الاختراق ما كانش انتحاري ولا سلاح ولا ميليشيات ولا كلام منه، كان اختراق في التصميم نفسه، في الفكر وفي المعنى. الماكيت اللي قدمته الشركه كان فيه رموز دينيه غريبه، شمعدان متشال من الديانه بتاعت ولاد العم ومحطوط جوه تصميم مصر، خطوط هندسيه مربوطه بتعامد الشمس بشكل مدروس مش صدفه، الشمس تتحرك من وجه رمسيس الثاني للاهرامات وبعدين تضرب القدس. ايه الرساله من ده؟ بكل بساطه يا صاحبي، اسرائيل امتداد الحضاره. والله زي ما بقول لك كده، واسرائيل لها الحق في المتحف، وده بقى معناه ان بعد 30 سنه جيل جديد هيطلع هيصدق ان المتحف نفسه مش مصري بالكامل. هنا حصل الانذار الاحمر. المخابرات المصريه العامه اتدخلت بالفحص، الطلب من دكتور جمال شقرة مراجعه كل التفاصيل. الراجل رجع للمصادر والكتب والخرائط والرموز والمعاني، وبعد البحث كتب تقرير كامل. التقرير ده بقى قال ايه يا صاحبي؟ قال الحقيقه بصيغه لا تحتمل النقاش. الشركه مخترقه والتصميم بيخدم روايه تانية، ولو نفذناها هنخسر روايتنا وهنخسر هويتنا وهنخليهم يكتبوا تاريخنا بدلنا. وساعتها قرار الدوله كان واضح، طرد الشركه فورا والغاء التعاقد بالكامل، ومنع اي محاوله مشابهه تتكرر، وخضوع كل تفصيله بعد كده لمراجعه امنيه وتاريخيه وهندسيه. وده هنا مربط القصه، لان الموضوع مش خناقه على الرسم، ده مش مجرد مبنى يا صاحبي، ده واجهه مصر للعالم. المتحف المصري الكبير مش مجال للتماثيل، ده اعلان هويه مصريه، ده ختم على التاريخ بيقول احنا الحضاره الام. واللي حاول يتمسك ما كانش بيجرب حظه، ده كان شغال بمشروع كامل، خطوات محسوبه، تصميم بيبدا النهارده ويغير الوعي بعد 40 سنه. ده اسمه في السياسه حرب روايه، لما ما تقدرش تنتصر في الواقع تروح تغير القصه، تغير الرموز فتغير المعنى، وتسيب الاجيال بعدين تقول ما يمكن الحقيقه هي اللي اتعلمناها، وده اخطر 1000 مره من السلاح. وهنا نرجع للسؤال الحقيقي، ليه اسرائيل كانت مهتمه بالمتحف ده تحديدا؟ لسبب واحد بس، المتحف المصري الكبير هو اكبر مشروع ثقافي على وجه الارض، يمثل حضاره واحده، 490 الف متر مربع، 100 الف قطعه اثريه، 5500 قطعه من توت عنخ امون، وتمثال رمسيس اللي بيوزن 33 الف طن، وهتلاقوه اول حاجه في المتحف. ده مش مجرد مبنى، ده صوت مصر قدام العالم، لو الصوت ده اتغير اللي بعده كله هيقع. ولما مصر كانت بتشتغل على المتحف، اسرائيل كانت بتحاول تشتت مصر، مره بحرب غزه، ومره بتسليح ميليشيات السودان، ومره بالتلاعب بملفات اقليميه. الهدف ان يخلي مصر تتاخر، خلي الافتتاح يتعطل، خلي المشروع يتجمد. لكن اللي حصل عكس ده تماما، الدوله كملت، والقوات المسلحه اتدخلت، والمخابرات راقت، والعلماء دققوا، والمتحف اتبنى مصري بالكامل، مصري بالهويه المصريه. وفي يوم الافتتاح 79 وفد رسمي من العالم، ملوك ورؤساء وقيادات، وكل كاميرات الدنيا كانت متوجهه ناحيه الجيزه. وفي اللحظه دي الرساله وصلت بكل بساطه، الهويه مش للبيع والتاريخ مش سلعه. وده سبب التصريحات الغاضبه اللي خرجت بعدها، وسبب التوتر اللي حصل في ملفات تانية، لان المكسب هنا مش مبنى، المكسب هنا وعي ان مصر فاهمه ان الحرب دلوقتي مش دبابات ولا طيارات، الحرب دلوقتي مين يحكي القصه. ومصر قالت القصه قصتنا والهويه هويتنا، واللي يحاول يعيد كتابه تاريخنا يترد عليه وهو لسه بيفكر. مصر مش صفحه في كتاب، مصر اللي الفت الكتاب.